شوفوا. نكهة مميزة، فول سوداني مرة لذيذ ما شاء الله. العجينة بنات مرة مبهورة منها، مرة منبهرة، ما شاء الله تبارك الله، مرة لذيذة. السلام عليكم يا أهلين، يا هلا والله. كيفكم؟ ايش اخباركم؟ شو مسوين؟ اتمنى انكم تكونون يا رب اتم الصحة والعافية وانتم تشوفون فيديو اليوم. فيديو اليوم غير عن باقي الفيديوهات، جد من غير مرة عن يعني الفيديوهات الثانية، من أحاسيس، من مشاعر، من كل حاجة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللي ربي بلغنا نطر هذا اليوم، وإن شاء الله يا رب السنة الجاية واللي بعدها واللي بعدها، المهم إن نكون من الحجاج يا رب العالمين. جد أنا ما حجيت لغاية الحين، فأتمنى يا رب يا رب الله يكتب لي إن شاء الله حجة يا رب، أحج بأقرب وقت إن شاء الله يا رب. وكمان أي واحد ما شاف تشوف الفيديو الحين وما حجت، يا رب إن شاء الله بإذن الله تكونين من حجاج السنة الجاية يا رب العالمين. جد عيد الحج بالنسبة لي أحس له مشاعر مرة حلوة، يعني غير عن عيد الفطر. الفطر برضو كمان حماس وكل حاجة، جد أساسا هي عيدين حق المسلمين هذه فيها مشاعر، يعني سبحان الله تجي من بعد عبادة وزي كذا، فسبحان الله لها مشاعر مرة حلوة. بس عيد الحج يعني كذا مع تكبيرات الحجاج وكذا، مرة شعور ثاني أحسه غير عن عيد الفطر. حاولوا أنكم تشغلون تكبيرات في بيتكم طول اليوم، مرة تعطي أجواء مرة حلوة وروحانيات. قد ما تقدرون كمان كثروا من الأدعية، وكثروا كمان في أدعية كذا سبحان الله خفيفة على اللسان مرة، بس سبحان الله وزنها مرة ثقيل. من ضمن هذه الأدعية حابة أذكركم فيها اللي هي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. يعني سبحان الله لو استشعرت كل كلمة، يعني سبحان الله عدد خلقه، يعني قد ما نقدر، قد ما نحاول نحصي ونعد خلق الله ما راح نقدر سبحان الله. فكلمات مرة جد وزنها مرة ثقيل، فحاولوا تكثرون من الأدعية هذه الخفيفة كمان وزنها ثقيل. عموما هنا بحكم مشاعر العيد وكل حاجة، إن شاء الله بإذن الله اليوم بإذن الله راح أسوي معاكم حلويات العيد. بنات جربوها، بنات جربوها، بنات جربوها، جد مرة أترجاكم جربوها، طعمها مرة حلو الحمد لله رب لك الحمد، توفقت فيها وطلعت مرة حلوة. بس قبل ما نبدأ بالمكونات وكل حاجة، إذا كنت مسوية لايك أتمنى انك تسوين، جد مرة هذا يدعمني ويشجعني كذا يعطيني كبوف باور اني اسويكم فيديو ثاني حماس. الحين اشتريت هذا القوالب من عند ابو خمسة، امس رحت خصيصا عشان اسوي الحلويات اليوم، فحصلت هذا القوالب عجبتني. 3 اشكال عجبوني، واحد كذا منهم الشكل غريب، الحين بوريكم اياه. شوفوا هذا ما ادري هو وردة هو ورقة، هذا ما عجبني، الباقيين الاشكال كلها عجبتني. فان شاء الله باذن الله اليوم بسوي اول مرة ايش اسوي، اللي هو معمول بدقيق الدخن. جربوه جد مرة حلو، غير عن الدقيق الابيض مرة حلو. بالنسبة للحشوات ما راح اسوي بس معمول اللي هو تمر، لا، الحشوة الاولى راح تكون تمر خالص. الحشوة الثانية عندكم هذا هنا فول سوداني، حمصته تحمير عادي في الفرن، انا حمرته في القلاية الهوائية وبعدين طحنته، بعدين راح تعجنينه مع العسل، هذه راح تكون حشوة. الحشوة الثانية هذا عندكم بندق، كمان حمصته بالقلاية الهوائية بعدين طحنته وراح اعجنه مع تمر ومع عسل، وراح اضيف له كمان قرفة، هذه راح تكون الحشوة الثانية. اما الحشوة الثالثة راح تكون اللي هي زي الكوكيز،
أضيف قطع شوكولاتة دارك. الحين عاد بعد ما جهزت معكم الحشوات وقلت لكم إيش هي المكونات حق الحشوات، الحين راح نبدأ نسوي مع بعض عجينة الدخن، اللي هي زي كأنها بتيفور أو حاجة زي كذا، بس إنها بدقيق الدخن. راح تحتاجين 2 إصبع زبدة بحرارة الغرفة مثل ما أنتم شايفين، حطيها كامل ولا تبقين أي نقطة في الكيسة. راح تضيفين السكر، إذا حابة تضيفين سكر أضيفي، بس أنا هنا أضفت 5 أكياس من سكر ستيفيا، وكمان فنجان قهوة عسل. طبعا هنا أنا نظفت العسل شوية كذا نصه، بعدين كملت النص الثاني في الأخير. كمان الحين راح أضيفين رشة ملح عشان يوازن الطعم، وكمان رشة فانيلا، واخلط المكونات كلها مع بعض زين لغاية ما تصير معاك كريمية. الحين ابدأي نزلي عليها بيضتين، أنا نزلت البيضة الأولى بعدين خفقته زين، بعدين نزلت عليها البيضة الثانية وكمان خفقته زين لغاية ما صار معي الخليط هذا كريمي. الحين عاد راح تنزلين 3 حبات من جبن الكيري، أنا هنا عندي جبن المراعي، المهم 3 حبات من الجبن يا مثلثات المراعي اللي انت حابة. وبعدين راح تضيفين ملعقة كبيرة كمان من القشطة. الحين راح نضيف المكونات الجافة، راح تضيفين 1.5 فنجان من نشا الذرة، بعدين راح تضيفين 2 كوب كاملين من الأكواب المعيارية هذه دقيق دخن، وراح تضيفين ملعقة صغيرة شاهي بيكنج بودر، وراح تبدين تجمعين العجينة مجرد تجميع، لا تفركينها زي ما تفركين العجينة، لا هنا راح تنفصل معاك الزبدة وتبدأ تطلع الزيت منها. ابدأي بس كذا مجرد جمعيها تجميع عادي. طبعا أنا أضفت الدقيق كل شوية شوية أضيف نص كوب، عشان ما أبغى أحط الدقيق كله كامل. الحين راح أضيف النص الثاني، يعني بصير أضفت 3 أكواب دقيق دخن، وكمان استمر إني أجمع العجينة. الحين بضيف 4 كوب من دقيق الدخن، كمان أضفت نص وجمعت العجينة. الحين راح أضيف النص الثاني كمان وأجمع العجينة، بيكون كذا أضفت 4 أكواب دقيق دخن. كذا عندي قوام العجينة تمام، لأني أنا ما أبغى أخليها قوية مرة عشان لسه بضيف المكسرات، يعني حاسبة حساب إن العجينة راح تثقل مع المكسرات. كذا قوام العجينة معي مرة تمام، خليتها أنا خفيفة لأني راح أضيف مكسرات. إذا تبغون العجينة بس تضيفون يعني الحشوة تكون تمر، أضيفوا عادكم كمان شوية دقيق عشان تلتم معاكم أكثر، واستخدموها على طول خلاص يعني كمعمول يعني. بس أنا هنا قمت قسمت العجينة نصين، هذا النص راح أتركه على جنب للتمر، وهذا النص الثاني اللي هو راح أضيف مع فوقه اللي هو البندق المحمص المطحون، هذه أبغاها لحشوة البندق اللي معاي. والعجينة الثانية اللي في الصحن الثاني تشوفونها راح أضيف لها إيش يسمونه الفول السوداني المطحون والمحمص كمان، عشان أبغاها حق الفول السوداني. طبعا هنا أي عجينة خلاص خلصت منها على طول أغطيها بكيس عشان ما تنشف معاي. هذا الجزء السادة اللي بدون مكسرات هذا اللي أبغاه للمعمول اللي هو الحشوة التمر. فهنا راح أثقل شوية العجينة اللي هو أضفت فوقها دقيق دخن عشان تلتم معاي شوية أكثر، وخلاص بتكون كذا قوامها تمام.
احطها في كيسة ونبدأ الحين مع بعض نحشي الحشوات. هنا انا بعد ما سويت العجينة وسويت الحشوات كلها بعدين أذن المغرب، رحت صليت المغرب ورجعت كملت شغلي بشرشف الصلاة. قلت عشان لو بان شيء او شيء رجلي او شيء كنت خلاص لابسة شرشف الصلاة ومتغطية. فشوفوا هذه اللي هو الشكل حق الفول السوداني. حطيت الحشو بشكل مستطيل كذا، وبعدين بدأت اغطيها كذا بالعجينة، وبعدين راح راح يا ربي لا اله الا الله، راح اقطعها بشكل مايل بهذا الشكل. ايوه بعدين خلاص في الاخير راح اشرطها كذا بالسكين عادي، راح تشوفون شكلها كيف في النهاية. اما الاشكال الثانية عادي زي ما احشي المعمول، اللي هو تاخذين قطعة بعدين تفردينها كذا بيدك، وبعدين تحطين وسطها الحشوة وتبدين تكورينها، بعدين خلاص بالقالب ابدا اشكلها بالاشكال اللي انا ابغاها. حتى الشوكولاتة كمان سويتها كذا بالقالب وحطيتها كذا زي كأنها كوكيز، هذه كذا شكلها في النهاية. القالب ما شاء الله تبارك الله يجنن يجنن يجنن. شوفوا كيف الرسمة حقه قبل ما يستوي، النقشة ما شاء الله تبارك الله باينة. شوفوا ما شاء الله تبارك الله هذا الشكل النهائي، مرة اشكالها حلوة. والحين راح ادخلها الفرن. طبعا لازم تنتبهون للتحمير، ما تحمرونها من تحت كثير وحتى من فوق ما تحمرونها كثير عشان تصير معكم خفيفة. وهنا عاد حبيت اشارككم وصل فستان العيد. الحمد لله. طبعا انا اشتريته من ريتاج. هنا مع الطلبية زوجي طلب له كذا كم بلوزة. هذه البلايز اللي هو اشتراها، هذه واحدة وهذه الثانية راح افتح لكم اياها. خامتها مرة حلوة ثقيلة وكل حاجة، بس انا حسيتها بالنسبة لي يعني ثقيلة كصيف يعني. فالمهم هذه ثاني بلوزة هو طلبها، وكمان البلوزة الأخيرة. بس طبعا البلايز الصراحة طلعت كلها قياستها كبيرة كذا شوية عليه، فبنرجعها بنغير المقاس. أنا الحين فستاني هذا هو المتحمس عليه، حقه بسرعة كذا نزلتها من الكيس وحطيتها على جنب. هذا فستاني للعيد. طبعا هنا راح احط لكم صورته الحين. طبعا على الموديل صاير الفستان قصير، بس انا علي اطول يعني فوق الركبة بشوية، فمن تحت ان شاء الله باذن الله راح اركب كذا زي الكلفة كذا الدانتيل. راح تطول الفستان بحيث انه ما تبين الركبة. ما احب البس الفساتين القصيرة الصراحة، فراح اركب لها شوية دانتيل كذا من تحت، ما راح يبين اساسا اني مركبه شيء. فراح يكون طوله كذا بعدين مناسب علي. شوفوا كيف شكله مرة حلو، كأنه كذا شيء فرنسي. ازارير من فوق لين تحت، والازارير شكلها مرة حلو. وطبعا من فوق يعتبر كأنه ماسك كذا شوية، بعدين من تحت كذا واسع. فهو على الموديل صاير مرة قصير، بس في الواقع الصراحة انا لبسته مو قصير علي مرة كثير. وهذا لبس العيد الحمد لله. الحين توني نزلت المعمول والبتيفور والكذا، مو بتيفور هو حلويات عموما. شوفوا من خفة العجينة، تخيل بس ضربت هذه بالغلط كذا وخربت معاي. خفيفة مرة 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 خفيفة. شوفوا بس حارة الحين، ماني قادرة امسك لكم اياها، بس من القطعة هذه اللي كانت فتفتت اكلتها طعم مرة لذيذ جد بنات. والله اني ما ابالغ، مو عشان اني سويتها، جد مرة لذيذ مرة لذيذ يعني. خفيفة خفيفة اقول لكم حارة، ودي كذا امسكها يعني اني اكلها الحين، بس ماني قادرة. حارة حارة مرة. اذا بردت راح اسوي لكم اياها وهي كذا خفيفة. او ماي جاد الله، والله اخاف من الدقيق العادي يمكن عشانه هذا شو يسمونه دقيق الدخن، فساير كذا مرة. شوفوا كيف ما شاء الله تبارك الله. الزبدة التحمير عندي ما صار متساوي، لانه عشان الفرن حقي تحميره مرة خايس. فحمر لي هنا
وهنا شوية كذا لسعة بسيطة، فقلت خلاص أهم شيء إنه مستوي، أخفت إنه يحترق كذا كامل. بنات ما قاومت، أخذت لي هذه كذا وهي حارة وأكلتها، طعمها خفيفة 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 ولذيذة. الحمد لله. شوفوا الحين في هذه المرحلة إذا حابة إنك تحطي لها كي تعسلينها، تحطي لها عسل ويتشربها العسل، حطي الحين هي حارة. هذه بالفول السوداني على فكرة الحلوة حقها مو حالي، مرة 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 حلوة، الحلوة مرة مزبوطة ما شاء الله. شوفوا الحين هنا حطيت عسل وبس بمسح عليها كذا بحيث انه يعطيها كذا لمعة، عرفتوا؟ ما راح حتى اشربها يعني كثير، بس كذا شيء بسيط بسيط، لانه صراحة حلوتها مرة حلوة، يعني ما يحتاج اني احليها اكثر من كذا بالنسبة لي يعني، واساسا ما ابغى انا اشياء حالية، فيكفي كذا بس اني اعطيها كذا شكل يلمعها. وما شاء الله تبارك الله على فكرة القالب اللي جبته مرة حلو مرة حلو. شوف كيف الاشكال تجنن، الاشكال مرة تجنن، مرة حلوة يعني، واضحة مرة وسهل الاستخدام كذا مرة، صراحة مرة حلو يعني. ب5 ريال 75 هلا بس يستاهل الصراحة، مرة حلو. خذوا لكم منه من عند ابو 5، مرة حلو وسعر حلو صراحة، والشكل مرة حلو، عجبني مرة حلو الشكل ما شاء الله. دي خلاص كلهم كذا الحمد لله، خلاص عسلتهم، حطيت لهم كذا شوية كذا عسل خففته شوية مع موية كذا عشان يصير خفيف. نشوف هذا الحين الثانية اللي باللوز، لا بالبندق. شوفوا هذا بالبندق، شوفوا خفيفة خفيفة خفيفة. بسم الله، يلا طعمها الحين بسم الله. لذيذة لذيذة مرة لذيذة ما شاء الله، طعمها مرة لذيذ. هاي حطيت لها انا قرفة، هذه تمر عادي معمول عادي بس كله ترى بالدخن، هذه بالقرفة بالبندق، فالنكهة تجنن تجنن تجنن، لذيذة مرة. طبعا المفتفت هذا انا اللي باكله ما برمي في الزبالة. هذه قلت لكم بالفول السوداني، هذه اللي اجزاء اللي بالطرف، فخلينا نجربها. جربتها انا قبل شوية بس اقول ابغى اكلها مرة ثانية بسم الله. نكهة مميزة، فول سوداني مرة لذيذ ما شاء الله. العجينة بنات مرة مبهورة منها، مرة منبهرة ما شاء الله تبارك الله، مرة لذيذة جد، جربوها صدقوني بتقولون ايش هذا، مرة خفيفة مرة خفيفة. تبارك الله. يبغى لها ايش؟ يبغى لها قهوة عربي تجلسين كذا وتحلين هذا كان نهاية الفيديو. جد بنات اتمنى انكم استمتعتوا بالفيديو واستفدتوا، واذا جربتوا الطريقة هذه حقت المعمول جد اكتبوا لي تحت في التعليقات، انا متأكدة 1000000% انكم راح تجون تقولوا واو مرة لذيذة، وراح تجربونها في كل مرة، احلى من الدقيق الابيض بكثير جد، طعم الدخن مو واضح اساسا، فجربوها واكتبوا لي تحت رايكم التعليقات اذا عجبتكم. وان شاء الله باذن الله اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله بالعيد، عيد مبارك مقدما، وان شاء الله يا رب ينعاد علينا وعليكم بصحه وعافيه، ويجي العيد واحنا بصحه وعافيه يا رب، نعيد واحنا بصحه وعافيه يا رب، ينعاد علينا اعوام عديده، قولوا امين. ولا تنسون كثروا من الذكر والتكبيرات، شغلوها عندكم في البيت، جد مره تعطي اجواء مره حلوه، تعطي شيء كذا شيء روحاني مرة حلو، وأجواء مرة حلوة تستشعرين أيام الحج هذه. فبس أشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي وأنتم بألف خير، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ومع السلامة.